صباح الفل يا حبايب قلبي، صباح السعادة، صباحكم كله هنا ورزق وبركة. النهارده بقى هنعمل حاجة كده سهلة وبسيطة، يعني بصوا مفيش بيت بيستغنى عنها، أنا شخصيا ما بستغناش عنها. تعالي كده قربي وريهم هنعمل إيه النهارده. النهارده معايا الفلفل الأحمر دي مش شطة، دي فلفل أحمر، الفلفل الفلاحي الأحمر العادي خالص. أنا جبت الكيلو ده ب15 جنيه، وهعمله النهارده يعني إيه. طبعا هيبقى شبيه اللهم صل على النبي اللي هي ايه، للشطه الحاميه. يعني في ناس بتعمل هريسه الشطه، انا هعمل هريسه الفلفل بقى بس بالثوم وبالملح. بتنفعني في حاجات كتير، تنفعني في ملوخيه، في بتنجان، في طماطم، في مسقعه، في سمك، في كل الاكلات، في رز السمك كمان بحط منها. فانا هعمل النهارده كيلو، معايا كيلو الفلفل العسل ده، انا جايباه منضفاه وغسله زي ما انتم شايفين كده، وهعمله النهارده. انا ممكن كنت اعمله في الكبه، بس انا مش عايزه اعمله في الكبه عشان ما يبقاش مخرز. انا عايزاه يبقى بوريه، يبقى ناعم خالص، بحيث ان انا اتبل بيه السمك، اتبل بيه اي حاجه، ما يبانش الفلفل في قلب الخلطه او الوصفه اللي انا هعملها. تعالوا بقى نشوف، نسمي الله ونشوف هنعمل ايه. انا معايا النهارده كيلو الفلفل ده يا جماعه، جايبه ب 15 جنيه. معايا التوم ده، دي راس توم كبيره. ماشي، انت حابه بقى، احنا عندنا يعني ايه، ما بنحبش التوم كتير. انا حطاه بس عشان يعني ايه، انا ممكن كنت اعمله من غير التوم، بس التوم ده بقى بيساعدني ان انا احطه في اكلات كتير. معايا راس توم، هنسمي الله ونعمل كده. ومعايا برضو ملح، كيس ملح تجيب منه ب2 جنيه، وفي الخلاط على طول بتاعك. ماشي، انت حابه تكتري كميه التوم شويه، مفيش مشكله، اللي يريحك. ماشي، صلوا على النبي يا حبايبي. وهحط بقى ايه، حبه كده من الفلفل. ده فلفل مش شطه يا جماعه، ده فلفل فلاحي اللي هو البارد خالص، زي الاخضر كده بالظبط، بس ده احمر بقى. انا بحب اخزن بقى، ده احمر ده هو اللي بيتخزن، انما الاخضر ما بيتخزنش خالص. ماشي، ثواني اجيب بس معلقه، وهنزل بقى كده بنص كميه الملح اللي معايا في الخلاط على طول. معايا البرطمانات بتاعتي ايه، مغسوله كويس جدا. بسم الله، حط كمان عشان يبقى الباقي على مره واحده. هنعمل بقى كميه محترمه، نحطها في الفريزر ونحط في التلاجة برطمان، ناخد منه ونستخدم منه، مش هقولها اي حاجه تقعد معاكي من السنه للسنه. ونسمي الله، معلش عشان صوت الخلاط، هفصل عشان صوت الخلاط. طيب قلبي بقى، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، بس كده شكرا. نسمي الله. عفوا بقى عشان انا عندي ايه، السباكين شغالين عشان الصوت ده. بصوا بقى، انا كنت عايزه بقى اللي ايه، اوصل للدرجه اللي هي الناعمه دي، اللي هي لما اتبل الباذنجان واتبل الحاجه، ما تبانش التوم وما يبانش الفلفل في قلبها. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هفرغ الكلام الجميل ده بقى في البرطمان. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين؟ اللهم بارك. وزي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي، الكيلو عمل لي البرطمانين دول. البرطمان ده اصلا لوحده بياخد كيلو، برطمان العسل ده بياخد كيلو. بصوا، جميله جدا. تقدري بقى تحطي البرطمان ده في الفريزر، هيقعد معاكي، هيفضل معاكي زي الفل من السنه للسنه. يعني مش هي. بصوا وريهم يا ملك البرطمانات من تحت، ايوه كده، دي التصوير عشان بصوا شوفوا. بصوا بسم الله ما شاء الله. يعني انا هخلي الكبير ده، هقفله دلوقتي كده معاك اهو، وهدخله الفريزر. ما تخافيش، مش هيخلي حاجه تلقط توم ولا اي حاجه، وهيفضل معاكي من السنه للسنه زي الفل اهو. والتاني ده هخليه في التلاجة من تحت باب التلاجة، هيقعد معاكي اطول فتره ممكنه، مش هيجرى له اي حاجه خالص، لان احنا اصلا حاطين كده فيه ايه، حاطين فيه توم وحاطين فيه ملح. اتمنى يا حبايب قلبي ان الفيديو يكون عجبكم كده. ما تنسوش بقى في الاشتراك في القناه، اللي لسه بيشوفني لاول مره اشترك في القناه دي بقى، مطبخ السعاده مع الشيف بقى حبايب قلبي، عشان ربنا يكرمني بيكم كده. واحلى لايك بقى منكم، واحلى اشتراك لقناتي يا حبايب قلبي. ربنا يا رب يبارك لي فيكم، واشوفكم خير ان شاء الله في فيديو جديد.